لو لسه ما عملتوش او ما لحقتيش، بسرعه اسمعي الفيديو واجري بسرعه اعمليه. ولو ما لحقتيش النهارده اعتمدي الفيديو عندك واعمليه بكره ان شاء الله او في اي يوم. العيش ده هينفعك بسرعه في السحور، طعمه حلو جدا، صحي ومفيد لانه فيه زبادي. تمام. الطريقه سهله جدا، يا رب تعجبكم. وان شاء الله انا معاكم طول شهر رمضان، انتظروني في مفاجآت كتير حلوه جدا على قدي برضو يعني. ان شاء الله اقدر اني اعمل ولو حاجه بسيطه. استنوني بكره ان شاء الله الساعه 11 بفيديو السحور والفول والزبادي. تمام. عندي كوبايه ميه دافيه ومعلقه سكر. لازم تعرفوا ان السكر هو اللي بينشط الخميره، الخميره الفوريه بالذات. هقلب السكر كويس وبعدين هبتدي احط معلقه الخميره. تمام. معلقه الخميره ديت معلقه كبيره قد معلقه السكر. تمام. لان احنا لسه في الشتاء، يعني الجو لسه ساقع شويه، فالخميره بتاخد وقت، ولكن ان شاء الله مش هتاخد وقت معايا باذن الله ان شاء الله. تمام كده. هبتدي اقلب كويس جدا وبعدين هغطيه واسيبه يخمر. لازم تقلبي الخميره عشان تتذوب كويس، لان انتوا عارفين ان هي حبيبات وبتاخد وقت عقبال ما تدوب في الميه. هبتدي بقى ان انا اغطيها زي ما انتم شايفين. انا بقول لكم ان هي ابتدت تعمل فقاعات من دلوقتي. هبتدي اغطيها واسيبها ترتاح. اما بتعملي الحركه دي بتنشطي الخميره بدري، ف بتنشط العجينه بعد كده. عندي رشه ملح او معلقه ملح وعلبه زبادي. العيش ده جميل قوي بالزبادي، صدقوني هيعجبكم. هي علبه زبادي على الكيلو حلوه قوي طبعا. العلبه دي كبيره. هبتدي اعجن بايدي زي ما انتم شايفين، يعني عاوزه ماتش. العجين ده بالذات عاوز ماتش، عاوز بقى ايه قوه من عندك، واشتغلي بقى ايه عجن بقى على قد ما تقدري. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير، والسنه الجايه هفضل معاكم باذن الله. اوعوا تنسوني. ان شاء الله باذن الله. كل ما يحتاج ميه انا بحط بالتدريج شويه بشويه، عشان الميه الدقيق ما يشربش الميه كله ويبقى لين. انا عاوزه العجينه ماسكه نفسها. تمام. هفضل اعجن زي ما انا قلت لكم. اهم حاجه الميه زي ما انا قلت لكم، زي ما انتم شايفين كده بالظبط، انا ما قطعتش منه. بتبتدي تحطي الميه حبه بحبه وتبتدي تعجني بقى. اعجني على قد ما تقدري. خلاص كده هي شربت الميه ومش محتاجه ميه تاني، فهبتدي بقى ان انا احطها على البتاع اللي بيتزحلق ده، اللي هو الكيس السيليكون او المفرش السيليكون. هبتدي بقى اعجن بقى. اعجني بقى على قد ما تقدري، كل شويه افرش في المفرش، بس ان شاء الله هيتظبط ان شاء الله. ابتدي اعجني كويس قوي قوي. تمام. بصوا شكلها بقى حلو جدا. عندي نقطه زيت احطها من تحت ونقطه زيت من فوق زي ما انتم شايفين كده، واغطي العجينه واسيبها تخمر براحتها. هي مش هتاخد نص ساعه، يعني الوقت ده كله ما خدش نص ساعه. عملت حاجه في الاوضه ورجعت لقيتها خمرت. تمام. هقسمها اتنين انا عندي طريقتين للفرد. هوريكم هنا طريقه اهي، ان انا همسك النشابه وهفرد بقى ايه العجينه كلها. طبعا العجينه مرتاحه فهتبتدي تفرد معاكي كويس جدا. تمام. افردي على قد ما تقدري. خلي سمكها 1 سنتي اهي. بصوا يعني انا بقول لكم اهي مش تخينه قوي. هبتدي بقى اقطعها. تمام. قطعها عندك اي قطاع، اهم حاجه كلهم يبقى حجم واحد، زي ما شفتوا في اخر الفيديو في اوله ان الرغيف كله في حجم واحد. تمام. عشان يبقوا كلهم مقاس واحد، المقاس اللي يعجبك. بس انا بقولك يعني ان دي الطريقه حلوه جدا. باي قطاع عندك قطعي. انا بقولك اهو طبق بطبق قطعي، قطعي. يعني العمليه مش محتاجه كل ده. الباقي العجينه اللي احنا لميناها تاخديها وتريحيها. دي حته تاني امسكيها برضو افرديها. تمام. زي ما انتم شايفين وقطعوا بنفس الطريقه. تمام. هترصوها كلها على حته قماشه. تسيبيهم يرتاحوا كمان. كل ما تريحي الرغيف هيديكي انتفاخ وطبعا شكل حلو. العيش ده جميل جدا ومغذي. حلو. دي بقى طريقه تاني. يعني دي الطريقه الاولانيه بقول لكم فرق. الطريقه التانية ان انا هكورهم زي كده وهبتدي بقى ايه ان انا افردهم وهقطعهم برضو بالقطاع او زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى افردي اهي. ابتدي افردي. الله. خدي اول واحده حطيتيها وافردي ما يهمكيش. هي العجينه سلسه وماشيه معاكي بالظبط. ده مستريحه العجينه، ده مستريحه، هي ماشيه معاكي زي ما انتم شايفين كده.
طبعا انا اللي تعبني المفرش السيليكون هو اللي ايه مش مرتاح يعني على الرخامه، مع اني عملت بيه قبل كده. معرفش الدور ده فيه ايه، يمكن عشان مستعجله او شكله. بص بقى هقول لكم ايه، تعالوا بقى اهي اعمل لكم واحده تاني، تعالوا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اهل علينا بالخير واليمن والبركات يا رب يا رب يا رب، على الامه الاسلاميه كلها يا رب. زي ما انتم شايفين كده، افردي بقى براحتك على الاخر، محدش بيجري وراكي، انت قاعده في بيتك كده كده. بصي بقى نفس القطاعه اللي قطعتي بيها قطعي بيها وظبطي، ونفس العجين لميه واعجنيه. تمام. عندي الصينيه سخنت جامد، ابتدي بقى رصي العيش. اول ما يسخن هدي النار وابتدي كل شويه قلبي فيه. يعني كل بصي لو الكاميرا مش جايباه طبعا، هو ابتدى ياخد لون اهو، يعني لونه ابتدى يبقى مش عجينه، عيش يعني. افضلي قلبي قلبي فيه لحد ما يبتدي بقى ايه ينتفخ وايه ويعلى كده قدامك اهو. بصي زي ما انت شايفه كده اهو، بمعلقه بايدك اللي تقدري عليه. انا بعد كده ابتديت اعمل بايدي بس، يعني عشان في ناس بتعمل زيي عشان ما تتحرقش. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا بسيب النار مولعه شمعه وبسيبها يا جماعه، مش معنى كده اني انا سايبه الكاميرا شغاله عشان اوريكم الرغيف بيتعمل فيه ايه بالظبط. هو شكله حلو اساسا وطعمه جميل، عيالي والله قالوا لي طعمه جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده زي ما انتم شايفين. بعتذر على الدوشه عشان خاطر احنا برضو معانا جيران من هنا ومن هنا، والناس بتحتفل برضو برمضان. شفتوا اهو، شفت الرغيف انتفخ ازاي؟ بصوا عشان يرتاح العيش، لما يرتاح بيبتدي ينتفخ كويس جدا. طبعا هو رغيف صغنطوطي قوي، ده طبعا ممكن تحشيه وتاكليه للعيال في السحور او تتسحروا بيه. اسمه عيش الكمانجي تقريبا، انا معرفش، بس العيش بتاعنا اللي على قدينا الحمد لله. هبتدي، ما انا بقول لكم في تخبيطات بقى وفي الشارع بقى وصواريخ لحد شهر رمضان كله ما يخلص، وفي العيد كمان. زي ما انتم شايفين كده خلاص. هبتدي بقى ايه اطلع العيش. بعتذر طبعا، دول حاطه تاني استنيتهم برضو لما ينتفخوا. انا بوريكم. بصوا شكل العيش اهو، انا طلعته لكم، بصوا شكله حلو ازاي. طبعا سخن مش قادره امسكه اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اي حاجه اعمليها لاولادك هيحبوها. انا كنت عامله الحواوشي امبارح، وزي ما قلت لكم بدل اكل الشارع العيش انت اللي عجناه بايدك، والحاجه نظيفه احسن من اي حاجه بتشتريها من بره. حتى لو الحاجه مش مظبوطه شكليا ولكن طعمها هيبقى حلو، عيالكم هيفرحوا بيها صدقوني. دي نصيحه مني ليكم. انا لو قلت لكم اني رغم اني آه يعني انا عاملاه للسحور وولادي كانوا واقفين، ابني كان جنبي على فكره، ما كنتش عارفه اصور، مستعجل عشان ياخد واحد. اهو شكله في الاخر. بصوا الكميه اللي انا عملتها كميه حلوه جدا من كيلو دقيق، ده غير اللي بتاكل في النص. يا رب يخلي لكم عيالكم، رمضان كريم عليكم. انتظروني في رمضان ان شاء الله كل يوم معاكم ان شاء الله. ان شاء الله لو قدرت باذن الله ان اقدر اعمل حاجه. بصوا الرغيف بيتفتح ازاي، طبعا العيش سخن مش عارفه امسكه يعني كويس. بصوا شكله، بصوا جميل وطعمه جميل جدا. الزبادي مدياله نكهه حلوه جدا. حافظي على ان بيتك يكون كل حاجه فيه انت بتعمليها بايدك، مش حد بره. اتمنى ان اكون قدرت افيدكم. السلام عليكم ورحمه الله.